السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والسعادة والهنا والنشاط كده على عيونكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير. النهاردة جايه لكم بفيديو جديد هنتنشط فيه مع بعض بإذن الله، وهنعمل كده كام حاجة مع بعض. بس عايزاكم كده تصلوا على النبي. نبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهارده بقى هبتدي الفيديو بتاعي كده من المدخل. هننضف كده الاول، يعني بيقولك اكنس بيتك ورشه وما تضمن مين يخشه. فده اللي هنعمله النهارده باذن الله، ان احنا كده هننضف البيت وننضف كده المدخل علشان يبقى نضيف وزي الفل. لا في بقى ترابه ولا في حاجه باذن الله. ايام الشتاء كلها تراب وكده، بس احنا قوي باذن الله كل حاجه هتبقى زي الفل. بس يلا كده حطي لايك اول حاجه، ولو مش مشتركه كمان في القناه اشتركي كده وفرحيني باشتراكك، وانضمي كده لعيلتي الصغيره دي. عايزاها تكبر بقى بيكي كده باذن الله يا رب. فاول حاجه ابتديت بيها كده المدخل، مصوراه علشان خاطرك اهو يا ام عمر. الفيديو ده اصلا متصور بقاله فتره، مش هقول لكم يعني لسه مصوراه كده. الفيديو ده من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت اللي هي لسه مرر عليها هي كام يوم بس، فكنت مصوراه قبل كده. حتى هتلاحظوا ده جوه دلوقتي لما ندخل بقى جوه باذن الله. هتلاحظوا ان انا عملت تغييرات، يعني عملت التغييرات الجديده دي ما كانتش موجوده في الفيديو ده. الفيديو ده على قديمه يعني. بس فنضفت كده الجزء كله اللي فوق، وهبتدي ان انا هكنس انضف الاول تحت. هنفض كده تحت من التراب، لان التراب عندي هنا رهيب بمعنى الكلمه، تراب فظيع. فهنفض كده، وشايفين البوابه كلها بتكون تراب. فبرضو كده هنمسكها كده هنفضها ونضفها، ومن بره ومن جوه ومن كل حته يعني، علشان تبقى نضيفه كده بقى معايا. وامسح كده على نظافه، بدل ما همسح الجزء اللي فوق وكده وبعدين يرجع يطرب تاني. فقلت لا، انا همسك كده انفض الاول البوابه كده من التراب، ونفض الكنبه ونفض كل حاجه. انا بحب اصلا ان انا انضفه بالميه، يعني البوابه دي بحب ان انا اغسلها كده بالميه. بحس فعلا بقى اللي هي لمعت بقى ونضفت كده. بس ما كانش بقى متطلب خالص اليوم ده ان انا اعمل فيه ميه ودلدق واعمل وكده. وبعدين علشان الجو خلاص سقع، الجو برد ومش زي الصيف يعني. في الصيف بنبلبط براحتنا في الميه، انما الشتا دي الواحد بيبقى مكتف كده شويه بسبب البرد والسقعه. قولوا لي بقى الحالات عندكم بتاعت كورونا ايه نظامها؟ يعني عندنا هنا البلد يعني وصلت لحاله رهيبه. يعني الدكاترة على طول على طول الكورونا، في ناس بتجيلهم بسبب الكورونا. في المستشفيات عندنا مقفلة بسبب الكورونا. في ناس بتتعالج كتير في البيت، يعني في البيت وبيجيبوا علاجات بقى من الصيدليات وكده. يعني ربنا يرفع البلاء ده يا رب. هو اختبار من ربنا، وربنا برضو بيشوف في صبرنا هيبقى قد ايه. احنا صابرين والله اهو، راضيين باللي ربنا يجيبه. بس يعني بصوا، حرصوا جامد على قد ما تقدروا. إيه، الكمامات ما تخلعوهاش. انا دلوقتي والله لما يعني في حكاية المواصلات وكده، لازم المواصلات طبعا نلبس الكمامة، ولا اذا هنغرم فلوس. يعني الشعب المصري الحاجة الوحيدة اللي بيخاف منها ان هو بقى يغرم كل شوية فلوس وكده. فعشان كده اتطبقوا عندنا ان هو ما يلبسش كمامة 50 جنيه فوري يعني. بس ربنا يرفع البلاء ده يا رب. يعني بصوا، ما حدش هيخاف عليكم اكتر منكم. هتقولوا بقى ما حدش بياخد اكتر من نصيبه والكلام ده كله. كل واحد يعني كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. بس لازم الواحد يحرص على قد ما يقدر، علشان خاطر لو معاكي اطفال في البيت تقدري تخدميهم، تقدري تشوفي مصلحتهم ايه، تشوفي جوزك، تشوفي بيتك، تشوفي ولادك، تعملي الحاجات دي كده كلها. ما حدش بيقف لحد. مهما تقولي اختك، بنت عمك، صاحبتك، جارتك، اللي هم يعني ناس مقربه ليكي قوي، بس في الحالة دي كله هيبعد عنك، والكل اللي هيقولك لا انا عندي ولادي، انا عندي جوزي، انا عندي بيتي، ده عايزني ده عايزني. فانتي لا، حرصي على نفسك، وبرضه حرصي على ولادك، وجوزك برضه يحرص على نفسه. وربنا يرفع عنا البلاء ده يا رب، ونبقى كويسين كده يا رب، وميبقاش فينا اي مرض يا رب بإذن الله. بس فربنا يشفي كل مريض يا رب كده. وحرصوا على بعض على قد ما تقدروا، وحرصوا على نفسكم. انا كده خلاص خلصت المدخل اهو، نضفته ومسحته، ورشرشت كده بقى المية اهو قدام الباب، ودخلت معاكو على جوه. يعني شايفين المنظر؟ ينفع طيب كده؟ يعني المنظر فظيع. توتا بقى كانت معايا، شايفين الوضع على قديمه اهو. السرير لسه ما شلتهوش، والكنبه لسه ما ضمتهاش للسرير. فهو ده الوضع اللي كان عندي القديم، يعني لو حد لسه داخل عندي القناه جديد، هو ده الوضع اللي كان قديم عندي.
بس فكل حاجة هتتغير معاكم في الفيديوهات بقى اللي فاتت. مش هغير حاجة في الفيديو ده. في الفيديو ده انا هنضف كده واظبط كل حاجة وخلاص. الفيديو ده بقى عايزه اقول لكم يعني اكتر فيديو تعبني في التصوير. تعبت جدا في اليوم ده في التصوير. الكاميرا مش عارفه تظبط معايا خالص خالص. مش عارفه ايه السبب، بس الحمد لله يعني اليومين دول الكاميرا ظابطه اهي. فربنا يسهل الحال كده يا رب، وتفضل مظبوطه كده معايا على طول. فهشيل بقى كده كل حاجه معاكم. هشيل كده المفرش بتاع السرير، وشلت الدفايه، وهنفض بقى وهكنس وهعمل كده كل حاجه. شايفين بوريكم اهو التبهدله، بوريكم كده كل حاجه اهو. هشيل برضو الدفايه من هنا، وهشيل برضو كده كمان اللهم صل على النبي، المفرش وكل حاجه انا هشيلها، علشان دول بقى هيتغسلوا كده بقى خلاص. وهحط بقى بدلهم حاجات نظيفه يعني وكده. شايفين بقى توته بتساعدني، ربنا يهديها كده يا رب. هطلع بقى كده دلوقتي بمفرش يعني نضيف. هشيل بس دول خلاص زي ما قلت لكم هم خلاص مبهدلين، فهيروحوا كده معايا على الحمام على طول. انا كنت بقلب بظروفها كده في الموبايل، لقيت الفيديو ده عندي، لقيته عندي قديم وكده وانا ما كنتش ممنتجاه. فقلت حرام التصوير اللي انا صورته كده وما نزلهوش، لا انزله لكم وخلاص، واعرفكم برضو ان هو من السنه اللي فاتت او من الكام يوم اللي فاتوا. يعني داخل دلوقتي ممكن الفيديو ده بقاله بتاع 20 يوم معايا. بس فاليوم ده اصلا ما كنتش مظبطه فيه خالص. فمش عارفه مش عارفه الكاميرا مش مظبطه، هتلاقي كده الالوانات مش مظبطه معاكم، والحاجات كده ملخبطه يعني. بس استحملوا الفيديو ده كده وخلاص، وباذن الله ربنا يسهل كده ونظبط بقى الكاميرا معاكم باذن الله. انا كده خلاص ظبطت كده السرير، وناديت كده للبنات يساعدوني. شايفين بقى الكنيش بتاع توته مش راضيه تلمه. هي بتشوف لنوده عندي مسيبه شعرها، تقول لي لا زي لنوده. هي شعرها مش زي لنوده، شعرها مش زيها خالص. بس هي لا تقولك زي لنوده، اعمل زي لنوده، انا عايزه اسيب شعري يا ماما. اجي مثلا اصرح لها ولا تقولك لا اسيب شعري. طب يا بنتي ما انت شعرك مش زي شعرها. لا لازم زي ما شايفه اختها يعني كده. فانا بقول بقى برضو عادي يعني، برضو ما احرمهاش كده من ان هي تسيب شعرها وتعمل ده وتعمل ده. فعادي مش مشكله، هي شعرها برضو حلو ما شاء الله يعني، ناعم وكل حاجه. بس زي ما انتم ما شايفين كده يعني مش عارفه. اعرفوا انتوا بقى وخلاص من قدامكم كده. انا كده خلاص خلصت السرير وفرشت كده الدفايه عليه. هظبط بس كده اهو اللهم صل على النبي. هظبط كده بقى المفرش وهحط عليه اللحاف. وهنظبط كده كل حاجه. هو انا بحب اتغطى كده باللحاف، بس يكون تحته حاجه، تحته دفايه، تحته مفرش زي كده. المهم يكون تحته اي حاجه كده خفيفه، علشان ما احسش بسقعه يعني. لان اللحاف لوحده بالنسبه لي بيحسسني بسقعه رهيبه. على فكرة انا كنت جايبه لكم وانا بفضل التسريحة وانا بلمع وانا بعمل كل حاجة. بس للاسف لقيت نفسي ظاهرة قوي في الفيديو، فما ينفعش ان انا كنت اسيب يعني المقطع ده. فشلته بقى كده خالص. و... وسبت بس المقطع ده وخلاص ان انا مش ظاهرة فيه. واللي ظهرته يعني اللي ظهر مني في الفيديو انا لا دريته يعني وكده. فما فيش حاجة ظاهرة الحمد لله معايا كده في الفيديو. يعني الفيديوهات بتاعت الروتين دي بالذات بتحتاج مني يعني تدقيقة جامدة قوي قوي قوي. وافضل بقى كده مركزة ايه اللي ظهر ايه اللي ما ظهرش ايه مش عارفة ايه. حاجات في اوقات بتفوتني كده، وبعد ما منتج الفيديو وينزل على القناة بس بكون عاملاه خاص يعني، الاقي كده ظاهرة فيه اضطر ان انا احذفه تاني ومنتج تاني من اول وجديد. فالموضوع بالنسبة لي بيكون مرهق جدا، وبرضه بالنسبة لأي واحدة يوتيوبر وكده الموضوع بالنسبة لها بيكون متعب جدا جدا. ففيديوهات الروتين ادوها حقها شوية، ادوها حقها كده في اللايكات والتفاعل كده عليها. بقالكم فترة اهو مش عاطيني حق خالص في القناة، وانا مفوتها لكم اقول لا يا بنت عادي لسه بادئين سنة جديدة، فلسه ما ظبطوش لسه ما خدوش على السيستم الجديد. فلا انا عايزاكم كده تبقوا متواجدين معايا على طول، ما ينفعش تبقوا متواجدين معايا شوية وشوية لا. خليكم كده موجودين معايا على طول باذن الله، علشان نعمل حاجات جديده بقى مع بعض. عارفين لما انتوا تبقوا موجودين معايا كده انا باذن الله اعمل لكم بقى حاجات جديده، نظبط كده حاجات، نعمل كده مفاجآت، حاجات يعني اللي انتوا حابينها دي. انا مسكت الميك اب بتاعي اللي هو الحاجات البسيطه جدا جدا اللي عندي دي. ما عنديش يعني ميك اب اللي هو ميك اب يعني يا ولاد، حاجات بسيطه جدا اللي هو على قد فيها كده خالص. بس يعني حاجة كده تخليكي حلوة وخلاص كده في البيت، يعني مش لازم في الخروج طبعا نحط مكياج والكلام ده كله. لا انا قصدي في البيت. حطي بقى روجات براحتك، حطي بقى اللي انت عايزاه كده كله براحتك.
بس فهظبط بقى كده اهو المناكير كده اللي البنات عندي جايبين اجله ده، والروجات والحاجات بقى كده كل حاجه هرصها. اللي انا اصلا عايزه اقول لكم ان انا اللي هو طبق اللي اسمه ايه، طبق الميك اب ده اللي هو اللي انا عاملاه يعني ده منظم الميك اب ده. برتبه في اليوم كذا مره بسبب توته كل شويه تطلع منه الحاجه وتبهدل ده وتعمل ده، فبتزهقني منه الصراحه. فربنا يهديها لي بقى كده يا رب. كده خلاص رصيتهم اهو، ودخلت بقى كده معاكم على الغدا. هو انا كنت خلاص خلصت الاوضه على فكره، بس معرفتش بقى اجيبها معاكم كده، كان احمد رجع فمعرفتش ان انا اجيبها معاكم بقى كده خالص. دخلت على الغدا قلت هعمل بقى رز اهو. حطيت كده اللهم صل على النبي، حطيت كده سمنه عليها زيت، وحطيت عليها كده كمان اللهم صل على النبي حطيت اسمه ايه، بصل. وهفضل بقى اشوح فيه كده لحد ما يحمر كده معايا شويه، او يبقى لونه ذهبي بس ذهبي غامق يعني شويه. علشان هنعمل ايه، هنعمل النهارده سمك. فهنعمل له بقى كده الرز بتاعه اهو. شايفين لونه بقى كده احمر بقى معايا اهو. قبل بقى ما احط الرز بقى بتاعي. رز ايه ده، انا حطيت الميه الاول حطينا الميه كده الاول لحد ما تغلي، ان انا كنت في الوقت ده بحمر البصله واروح حاطه عليها الرز واقلبهم، وافضل اقلب في الرز لحد ما يتشوح كده، وبعدين انزل بالميه. بس شيرين قالت لي على الطريقه دي، عملتها قبل كده وكانت حلوه، بس عملتها المره دي حسيت ان الرز كده مش طالع، لا مش حاسه الرز كده حلو. بس اهو اتاكل وخلاص، اكلنا منه كده بس ما اكلناش كتير الصراحه. بس وحطيت كده كمان الرز عليه اهو. انا كنت حاطه ميه من الكتل، يعني الميه كانت سخنه. بس ونزلت بقى كده بالرز. هقلبه كده تقليبه، وبعدين هسيبه بقى كده لما يستوي بقى براحته على نار هاديه، مش بعلي عليه النار، لا بهدي النار عليه خالص، واسيبه بقى يستوي كده مع نفسه. بس ظبطت الحاجه بقى بتاعتي كده، وحطينا بقى الاكل اهو، البطاطس والسمك بقى. السمك بقى الصراحه كان على ماما هي اللي عملت السمك، وانا عملت الرز كده والسلطه، عملت برضو السلطه. وحطينا كده الاكل، تعالوا اتفضلوا معانا بالف هنا وشفا، لقمه هنيه تكفي 100. يعني الاكله الصراحه كانت حلوه قوي قوي قوي. تسلم ايدك يا ماما، تعالوا اتفضلوا معانا، وما تنسوش بقى كده الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اسيبكم في حفظ الله، وحطوا لي لايكات كتيره قوي قوي.